رحمة الله. كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي يفاجئ المنتخب المغربي وأشرف حكيمي بعد الهزيمة من منتخب فرنسا، ويسخر من منتخبات أوروبا بسبب المنتخب المغربي. ولكن قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد خسارة المنتخب المغربي من المنتخب الفرنسي في قبل نهائي كأس العالم، ليضرب المنتخب المغربي موعدا مع المركز الثالث أمام المنتخب الكرواتي. فقد صرح نجم الكرة الفرنسي كيليان مبابي وأدلى بتصريحات بعد المباراة وقال: لعبنا أمام الحصان الأسود في المونديال، وهو المنتخب المغربي الذي فعل المعجزة في هذا المونديال، وفاز على كبار أوروبا مثل المنتخب البلجيكي والمنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي. ونحن كنا خائفون بالفعل من المنتخب المغربي ليهزمنا مثل هذه المنتخبات ويحرمنا من المباراة النهائية. فنحن عملنا له ألف حساب، لأن هذا المنتخب من وجهة نظري أقوى منتخب في البطولة حتى الآن، لأنه قبل هذه المباراة لم تتلقى شباكه سوى هدف واحد فقط. لم تستطيع منتخبات بلجيكا وأسبانيا والبرتغال وكرواتيا هز شباك المنتخب المغربي، فأرفع له القبعة لهذا المنتخب الكبير الذي فعل المعجزة في هذا المونديال. وأقول للمنتخب المغربي وأشرف حكيمي: ارفعوا رؤوسكم، أنتم فعلتم ما عليكم في هذا المونديال، وسيكتب التاريخ ما فعلتوه في كأس العالم، وشرفتم القارة الأفريقية أشرف تمثيل، فهنيئا لكم على هذا المستوى الكبير. وإحنا كمصريين وعرب بنقول للمنتخب المغربي: أنتم رجال، ومنتظرين منكم